وفاة الفنان محمد بوسماحة والموزع الموسيقي أمين لاكولومب. ازيكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. للي اول مره يتابعنا ما ينسانيش باللايك، اشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله الجديد والترند. اعلن صباح يوم الاثنين عن وفاه الفنان ونجم اغنيه الراي محمد بوسماحة بالاراضي البلجيكيه، وذلك اثر حادث مروع كان قد أودى قبل ذلك بقليل بمرافقه الموزع الموسيقي المعروف باسم أمين لاكولومب. وحسب ما أفاد مركز المرور البلجيكي، فقد حاول سائق السيارة الرجوع إلى الخلف والدخول في الخط الثاني للطريق، إلا أن سائق الشاحنة عجز عن تجنبهم. ووقع الحادث حوالي الساعة 4:15 صباحا، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة ركاب بعد مخرج 3 مطار. وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام سابين قالت سائق الشاحنة أن سائق السيارة اتخذ المخرج باتجاه المطار. سائق سيارة الركاب أراد الانعطاف يمينا ولم يعد بإمكانه تجنبها، وأعطى سائق الشاحنة نتيجة سلبية لاختبار الكحول. وتقول الشرطة أن أقوالها تتفق مع سائق الشاحنة، ولهذا السبب لم تعين النيابة العامة خبيرا مروريا. وتتابع سابين: كان هناك 3 رجال في سيارة الركاب. الراكب الخلفي رجل يبلغ من العمر 39 عاما وليس له عنوان ثابت في بلجيكا، لم يكن يرتدي حزام الأمان وخرج من السيارة أثناء الحادث. السائق والراكب الثاني تم نقلهم إلى المستشفى في حالة خطيرة، إلا أن أحدهما توفى. وأشار الإعلام البلجيكي أن السائق رجل يبلغ من العمر 57 عاما من إيفير، وهو الآن خارج نطاق الخطر، ولكن ليس من الواضح بعدما كان سيتم استجوابه اليوم بحسب مكتب المدعي العام. وكان هذا الأخير قد لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما نقل محمد بوسماحة على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش بأحد المستشفيات القريبة قبل أن يستسلم لجراحة صباح اليوم. ويذكر أن الفقيد محمد بوسماحة هو محافظ المهرجان الوطني لأغنية الراي للسنوات ال4 الأخيرة، بعدما كان وهو في ريعان شبابه واحد من ألمع الأصوات الواعدة التي سطع نجمها في عالم ألحان وشباب منذ سنوات خلت. فيما يصنف الفقيد الآخر المعروف باسم أمين كواحد من أبرز العازفين والموزعين الموسيقيين من الذين ارتبط اسمهم بنجوم الراي. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، مع السلامة.